قال بالمبدأ ما فينا نضيع بقلب الصلاة. منبلش عادة بالكبيرة. مباركة مملكة الآب، المزمور 103. منبلش الطلبة الكبرى بصفحة 2. الانديفونة الأولى بتاني كولون من تحت محطوط الانديفونة الأولى. كمان هيدي بنقول الانديفونة الأولى كلها مع كل المزامير بصفحة 3. الطلبة الصغرى بنقولها الانديفونة الثاني والانديفونة الثالثة منقفيهم دغري من حط مزامير الغروب بصفحة 6. الانديفونة بنمشي عادي للانديفونة الأولى. بنقول الانديفونة الأولى كلها سوا. الطلبة الصغرى التابعة للانديفونة الأولى بنقولها. الانديفونة الثانية والثالثة منقفيهم للمزامير الغروب. الكورال بيرتلوا لنا اياهم ومنكفي عادي. بقلب بس بقول وقت اللي بيوصل على رقم في عنا صفحة 6. في صفحة 6 مزمور بتاني كولون بالنص المزمور 129. بيرتل 8، بيرتل 7، بيرتل 6. بس يرتل 6 من سنة قلت لك وقف حد. شو يعني توقف حد؟ مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هلم نسجد ونركع لله ملكنا. هلم نسجد ونركع للمسيح الإله ملكنا. هلم نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. بارك يا نفسي الرب. أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا. لبست العظمة والجلال ملتحفا بنورك رداء. أنت الباسط السماء كمظلة.
المسقف بالمياه علاليه، الجاعل السحاب مركبة له، السائر على أجنحة الرياح. الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. أنت المؤسس الأرض على قاعدتها، فلا تتزعزع إلى أبد الأبد. كسوتها الغمر رداء على الجبال تقف المياه. من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفزع. ترتفع الجبال وتنخفض البقاع إلى المقر الذي أسست لها. جعلت للمياه حدا لا تتعداه، ولا تعود تغطي وجه الأرض. أنت المفجر العيون في الشعاب فتجري المياه بين الجبال. تسقي جميع وحوش الصحراء، وتردها الفراء في عطشها. تسكن فوقها طيور السماء، من بين الأغصان تطلق صوتها. أنت الذي يسقي الجبال من علاليه، من ثمرة صنائعك تشبع الأرض. أنت المنبت كلأ للبهائم وخضرا لخدمة البشر. لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان. لإزهار وجهه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان. ترتوي أشجار الرب، أرز لبنان الذي غرسه. هناك تعشش العصافير وللقلق بيت في السرو. الجبال الشاهقة للأوعال، والصخور معتصم للأرانب. صنع القمر للأوقات، الشمس عرفت غروبها. جعل الظلام فكان ليل، فيه تسرح جميع وحوش الغاب. تزأر الأشبال لتفترس وتلتمس من الله طعاما لها. تشرق الشمس فترتد وتربد في مآويها. يخرج الإنسان إلى عمله وإلى شغله حتى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعها بحكمة. فامتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر العظيم الواسع. هناك دبابات لا عدد لها، حيوانات صغار مع كبار. هناك تجري السفن، وهذا التنين الذي جبلته ليلعب فيه. كلها ترجوك لترزقها القوت في أوانه. ترزقها فتلتقط، تبسط يدك فتمتلئ كلها خيرا. تصرف وجهك فتضطرب، تقبض روحها فتفنى وإلى تربتها تعود. تبعث روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. ليكن مجد الرب إلى الدهور، ليفرح الرب بأعماله. الذي ينظر إلى الأرض فترتعد، يمس الجبال فتدخن. أشيد للرب في حياتي، أرنم لإلهي على الدوام. فليلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. فلتبد الخطأ والأثم من الأرض فلا يكونون. بارك يا نفسي الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلام فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعها بحكمة. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. بسلام إلى الرب نطلب. لأجل سلام العلو وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. لأجل رئيس كهنتنا ميلاد الموقر وكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. لأجل حكامنا ومساعديهم وجنودهم، ولأجل موازنتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب.
في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والمسبين ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر والشدة إلى الرب نطلب. واحفظنا يا الله بنعمتك. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفيقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين والمدعي المسيح إلى ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الرب الرؤوف الرحيم الطويل الأنات الكثير الرحمة، اسمع صلاتنا وأصغي إلى صوت طلبتنا. اصنع معنا آية للخير، اهدنا في طريقك لنسلك في حقك، فرح قلوبنا لنتقي للخير، اهدنا في طريقك وفي حقك، فرح قلوبنا لنتقي اسمك القدوس، لأنك أنت عظيم وصانع المعجزات، أنت الله وحدك ولا شبيه لك في الآلهة. أيها الرب القدير في الرحمة والصالح في القوة، فتعين وتعزي وتخلص جميع المتوكلين على اسمك القدوس، لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كلنا سوا المزمور 119. إلى الرب صرخت في ضيقي فسمعني، يا رب أنقذ نفسي من الشفاه الظالمة ومن لسان المكر. ماذا تعطى وماذا يزاد لك يا لسان المكر؟ نبال الجبار مسنونة مع جمر الرتم. ويل لي فقد طالت غربتي وسكنت بين أخبيتك دار. طالما مكثت نفسي مع مبغضي السلام، كنت مسالما في حديثي معهم وهم كانوا يحاربوني بلا سبب. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك. إن حافظ إسرائيل لا ينعس ولا ينام. الرب يحفظك، الرب ستر لك عن يدك اليمنى. لا تؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. يحفظك الرب من كل سوء، يحفظ الرب نفسك. يحفظ الرب دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. فرحت لما قيل لي لنذهب إلى بيت الرب. ها قد وقفت أقدامنا في ديارك يا أورشليم. أورشليم مبنية كمدينة متقاربة الأجزاء. هناك صعدت الأصوات أصوات الرب. بحسب شريعة إسرائيل يعترف لاسم الرب. هناك نصبت عروش القضاء، عروش آل داود. اطلبوا السلام لأورشليم، أمان للذين يحبونك. ليحل السلام ضمن أسوارك والأمان في قصورك. من أجل إخوتي وأخلائي دعوت لك بالسلام. من أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء. كما أن عيون العبيد إلى أيدي مواليهم،
وكما أن عيني الأمة إلى يدي سيدتها، هكذا عيوننا إلى الرب إلهنا حتى يرأف بنا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فقد طالما امتلأنا هوانا، وطالما امتلأت نفسنا من عار المترفين وازدراء المتكبرين. لو لم يكن الرب معنا ليقل إسرائيل، لو لم يكن الرب معنا عندما قام الناس علينا، لابتلعونا ونحن أحياء عند اضطرام سفتهم علينا. لغمرتنا المياه، لجاز السيل علينا، لجازت علينا المياه الطاغية. تبارك الرب الذي لم يجعلنا فريسة لأسنانهم. نجت نفوسنا كالعصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. عوننا باسم الرب الصانع السماء والأرض. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعضدنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفيقة البركات المشيدة، والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين، ولنودع المسيح لذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. كلنا مع بعضنا. يا رب لا توبخنا بسخطك ولا تؤدبنا بغضبك، بل عاملنا بحسب رأفتك يا طبيب نفوسنا وشافيها. اهدنا إلى ميناء مشيئتك، أنر عيون قلوبنا لمعرفة حقك، وهب لنا أن نقضي بسلام وبلا خطيئة باقي نهارنا وكل زمن حياتنا، بشفاعة والدة الله القديسة وجميع القديسين، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صفحة 6، مزامير الغروب، صفحة 6. يا ربي إليك صرخت فاستمعني، استمعني يا رب. يا ربي إليك صرخت فاستمعني، أصغي إلى صوت تضرعي عندما أصرخ إليك، استمعني يا رب. ترتفع صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية، استمعني يا رب. حكم يا ربي حارسا لفمي ورقيبا على باب شفتي. تطوم القلب إلى أفكار الشر، إلى الانغماس في الخطايا، مع الناس الفاعلين الإثم، ولا إلى الاشتراك في ملذاتهم. فليؤدبني الصديق إنما ذلك رحمة، وليقرعني إنما ذلك ذل لا يبأ راسي. يا ربي إليك عيناي، يا ربي عليك توكلت، فلا تبغض نفسي. احفظني من الفخ الذي نصبه لي، ومن مآثر فاعلين. يسقط الخطأ في أشراكهم، وأنجو أنا وحدي منها. في
بصوته إلى الرب يتضرع أمامه تضرعي يبث لديه ضيقي عندما تعي في روحي أنت تعرف سبلي هذه الطريق التي أسلك فيها أخفوا لي فخا التفت يمنة وترقب وليس من يعرفني عدمت كل ملجأ وليس من يسأل عن نفسي فإليك أصرخ يا رب قلت أنت رجائي أنت نصيبي في أرض الأحياء أصغي إلى تضرعي فإني قد ذللت جدا نجني من مضطهدي فإنهم أقوى مني أخرج من الحبس نفسي لكي أشيد باسمك حيث بي يصدقون عندما تجازيني من الأعماق صرخت إليك يا رب استمع صوتي تكن أذناك الصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا ربي من يثبت لأن عندك الغفران لقد ارتكبت كل خطيئة وتجاوزت الجميع بالخلاعة، فإن شئت أن أتوب فليس لي مجال دموع، وإن عشت الآن بالتهاون أصير تحت طائرة العذاب. لكن أصلحني أيها الإله الصالح وحدك وارحمني. من أجل اسمك انتظرتك يا رب انتظرت نفسي كلمتك انتظرت نفسي الرب. أيها المسيح امنحني في نهار هذا الصيام المطرب وبالعبرات لكي أنوح وأغسل الدنس الناشئ عن اللذات وأظهر لديك نقيا عندما تأتي يا رب ديانا من السماء لتدين البشر بما أنك وحدك ديان وعادل. انتظار الركباء للصبح والحراس للفجر فلينتظر إسرائيل الرب. هلما أيها المؤمنون نتخذ سلاح الصيام كترس فندفع كل حيل طغيان العدو، ولا نشغف بلذات الشهوات، ولا نرهب من نار التجارب التي بواسطتها يتوجنا المسيح المحب البشر بجوائز الصبر. لذلك نصلي بداله نجسو داعين وطالبين للعالم السلام ولنفوسنا الرحمة العظمى. لأن عند الرب الرحمة وعنده فداء كثيرا وهو يفتدي إسرائيل من جميع آثامه. هلما أيها المؤمنون نعمل في النور أعمال النور ونسلك متجملين بالأدب سيرنا في النهار، ولنقتلع من أذهاننا كل حكم جائز على القريب غير واضعين عثرة شك، ولننبذ ملذات الجسد وننم مواهب النفس ونعطي المحتاجين خبزا، ونتقدم إلى المسيح بتوبة هاتفين: يا إلهنا ارحمنا. سبحوا الرب يا جميع الأمم، امدحوه يا جميع الشعوب. لنصم صوما مقبولا للرب، لأن الصيام الحقيقي هو تجنب الشرور وضبط اللسان واقتراح الغضب والانفصال عن الشهوات والنميمة والكذب والحلف.
فاجتنابنا هذه يكون صوما حقيقيا مقبولا، لأن رحمته قد عظمت علينا، وصدق الرب يدوم إلى الأبد. عظيمة قدرة شهدائك أيها المسيح، فإنهم للأرواح يطردون وهم في القبور مضطجعون، وقد أبطلوا سلطان العدو بإيمانهم بالثالوث وبجهادهم عن العبادة الحقيقية. العدو استعان بالطاغية السماوي له بالمعصية ليحتال على الشعب التقي المتقي بالصيام، ويقدم له أطعمة مدنسة بذبائح الأوثان. أما أنت أيها الشهيد ثيودوروس فنقضت مكيدة بحيلة أكثر حكمة لما ظهرت في الحلم لرئيس الكهنة كاشفا له عمق المؤامرة وموضحا قبح الصنيع. فباستدائنا لك الشكر نتخذ مخلصا ونقيم تذكارا سنويا لتلك المعجزة، ونسألك أن تحفظنا بتضرعاتك إلى الله سالمين من حيل الشرير. والدة الإله يا نصيرة جميع المحتاجين، بك نثق وبك نفتخر وفيك نضع كل رجائنا، فتشفعي إلى المولود منك في عبيدك البطالين. الحكمة لنقي أيها ونظرنا نورا مساء نسبح الله الآب والابن والروح القدوس. إنه يحق في كل الأوقات أن يسبح بأصوات يا ابن الله يا معطي الحياة، لذلك نعلم إياك يمجد. Esperas proquimeno. ليستجب لك الرب يوم الضيق، ليعضدك اسم إله يعقوب. ليستجب لك الرب يوم الضيق، ليعضدك اسم إله يعقوب. ليرسل لك عونا من القدس،
ليستجب لك الرب يوم الضيق، ليعضدك اسم إله يعقوب. الحكمة قراءة من سفر التكوين. فلنصغي. فدعا آدم جميع البهائم وطير السماء وجميع وحش الصحراء بأسمائه، وأما آدم فلم يوجد له عون بإزائه، فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فاستل إحدى أضلاعه وسد مكانها بلحم، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة فأتى بها آدم. فقال آدم: ها هذه المرأة عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تسمى امرأة لأنها من امرئ أخذت، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران جسدا واحدا. وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. وكانت الحية أحيل جميع حيوان البرية الذي صنعه الرب الإله، فقالت للمرأة: أيقينا قال الله لا تأكلا من جميع شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه كي لن تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، إنما الله عالم أنكما في يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران كآلهة عارفي الخير والشر. ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للمأكل وشهية للعيون، وأن الشجرة منية للعقل، فأخذت من ثمره وأكلت، وأعطت بعلها أيضا معها فأكل. فانفتحت أعينهما فعلما أنهما عريانان، فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه مآزر. فسمعا صوت الرب الإله وهو متمش في الجنة عند نسيم النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب فيما بين شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت يا آدم؟ قال: إني سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. قال: فمن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عن أن تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة جعلتها معي، هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب للمرأة: ماذا فعلت؟ فقالت المرأة: الحية أغوتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: إذ صنعت هذا ملعونة من بين جميع البهائم وجميع وحش البرية، على صدرك تسلكين، وترابا تأكلين طول أيام حياتك. واجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، فهو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه. وقال للمرأة: لأكثرن مشقات حملك بالألم، تلدين البنين، وإن بعلك تنقاد أشواقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: إذ سمعت لصوت امرأتك فأكلت من الشجرة التي نهيتك قائلا لا تأكل منها، فملعونة الأرض بسببك، بمشقة تأكل منها طول أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الصحراء، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى التراب تعود. وسمى آدم امرأته حواء لأنها أم كل حي. كلفستي
الحكمة لنقف إن نور المسيح يضيء للجميع. الحكمة. ارتفع يا رب قوتك، نشيد ونرنم لجبروتك. ارتفع يا رب بقوتك، نشيد ونرنم لجبروتك. يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك يبتهج جدا. ارتفع يا رب بقوتك، نشيد ونرنم لجبروتك. الحكمة. قراءة من أمثال سليمان الحكيم. فلنصغي. الرب بالحكمة أسس الأرض، وبالفطنة ثبت السماوات. بعلمه تفجرت الغمار، والغيوم قطرت ندى. يا بني لا تبرح عن عينيك، واحتفظ بالحول والتدبير، فتكون هذه حياة لنفسك ونعمة لعنقك. حينئذ تسير في طريقك بطمأنينة، وقدمك لا تعثر. إذا اضطجعت فلا تذعر، بل تضطجع ويكون نومك عذبا. لا تخشى من الذعر المفاجئ، ولا من اجتياح المنافقين إذ يخشى، لأن الرب يكون سندا لك، ويحفظ رجلك من الوهق. لا تمنع الإحسان عن أهله، إذ كان في طاقة يدك أن تصنعه. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك في غد، إذ كان الشيء عندك. لا تدس على صاحبك شرا وهو ساكن معك مطمئنا. لا تخاصم أحدا بغير علة، ما لم يكن قد عاملك بشر. لا تغر من رجل الظلم، ولا تؤثر في طرقه شيئا، لأن الملتوي رجس عند الرب، وإلى المستقيمين نجواه. لعنة الرب في بيت المنافق، أما منزل الصديقين فهو يباركه. يسخر من الساخرين، وعلى الودعاء يفرغ النعمة. لترتفع صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. لترتفع صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. يا رب إليك صرخت فاستمعني، أصغي إلى صوتي تضرعي عندما أصرخ إليك. لترتفع صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. أقم يا ربي حارسا لفمي، وراقبا على باب شفتي. لترتفع صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. لا تمل قلبي لأفكار الشر، إلى الانغماس بالخطايا. لترتفع صلاتي
لترتفع صلاتي كالبخور أمامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية لنقل كافة كل نفوسنا وكل أذهاننا فلنقول كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. أيها الرب الضابط الكل نوابينا نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اللهم يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. نطلب أيضا لأجل رئيس كهنتنا ميلاد الموقر وكهنة المكرمين ولأجل إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا بالمسيح. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب نطلب ارحم. أيضا الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله الساكنين في هذه المدينة المقدسة وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. نطلب أيضا لأجل المغبوطين الدائم الذكر الذين أنشوا هذه الكنيسة المقدسة ولأجل جميع إخوتنا وآبائنا المتوفين الراقدين بتقوى هنا وفي كل مكان الأرثوذكسي. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نطلب أيضا لأجل مقدم الثمار والمحسنين إلى هذا الهيكل المقدس والتائبين والمرنمين ولأجل هذا الشعب الحاضر المنتظر من لدنك الرحمة العظيمة الوافرة. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. أيها الرب إلهنا تقبل من عبيدك هذا الابتهال المتواصل وارحمنا بكثرة رحمتك وأسبغ رأفتك علينا وعلى شعبك كله المنتظر من لدنك الرحمة الوافرة لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. صلاة المؤمنين الثانية. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريا ليسون. وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا ليسون. وفي أيها السيد القدوس الفائق الصلاح إنا نتضرع إليك أنت الغني بالرحمة أن تكون غفورا لنا نحن الخطأ وأن تؤهلنا لاستقبال ابنك الوحيد ملك المجد فهو ذا جسدك الطاهر ودمه المحيي يجوزان في هذه الساعة مزمعين أن يوضعا على هذه المائدة السرية المقدسة يحف بهما جمع غفير من الجند السماوي على حال غير منظور فهب لنا أن نتناولهما بلا دينونة حتى تستضيء بهما بصائرنا فنصير أبناء النور والنهار بحسب موهبة مسيحك الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي لنا وكل أوان
وإلى دار الدائرين. سرية مكملة تمر في موكبها، بل
حملت البطن المسائية إلى الرب. لأجل القرابين الموضوع السابق تقديسها إلى الرب نطلب. حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب روحي يصبغ علينا عوضا عنها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. واغفرنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة رب نسأل. لك سلام مرشدا أمينا حارسا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. سامح بخطايانا وغفران ذنوبنا الرب نسأل. استجب يا خيرات موافقة لنفوسنا والسلام لشرقنا وللعالم الرب نسأل. نقضي الزمن الباقي من حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. استجب يا رب. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا وجع ولا خزي وأن نؤدي جوابا حسنا لدى منبر المسيح الرهيب الرب نسأل. لنسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس ولنودع المسيح لذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. يا إله الأسرار التي لا توصف ولا تشاهد الذي عنده كنوز الحكمة والمعرفة الخفية، يا من كشف لنا خدمة هذه الليتورجية وأقامنا نحن الخطأ بكثرة محبته للبشر لنقدم له قرابين وذبائح عن خطايانا وجهالات الشعب. أنت أيها الملك الذي لا يرى الصانع عظائم تفوق البحث وعجائب مجيدة تفوق العد، اطلع علينا نحن عبيدك غير المستحقين الماثلين كأننا لدى عرشك الشروبيم أمام هذا المذبح المقدس المستريع عليه ابنك الوحيد إلهنا في هذه الأسرار الرهيبة الموضوع عليه. أعتقنا نحن وشعبك المؤمن من كل نجاسة، قدس نفوسنا وأجسادنا جميعا تقديسا ثابتا، حتى إذا تناولنا من هذه الأقداس الإلهية بضمائر طاهرة ووجوه غير خازية وقلوب مستنيرة نحيا بها ونتحد بمسيحك نفسه إلهنا الحقيقي القائل: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. حتى إذا سكنت فيك كلمتك يا رب وتردد فيما بيننا نصير هياكل لروحك القدوس المسجود له، فننجو من كل حيلة شيطانية تجري بالفعل أو بالقول أو بالفكر، ونفوز بالخيرات التي وعدنا بها مع قديسيك الذين أرضوك منذ الدهر.
وأهلنا أيها السيد لأن نشر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوي ونقول السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. Inclinons la tête devant le Seigneur. أيها الإله الصالح والمتحنن وحدك الساكن في العلا والساهر على الدنى، تطلع بعين حنون إلى شعبك كله، احفظه وأهلنا جميعا بأن نشترك بلا دينونة في أسرارك هذه المحيية، فإنا لك قد حنينا رؤوسنا منتظرين رحمة منك وافرة بنعمة ابنك الوحيد ورأفته ومحبته للبشر، الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كلنا مع بعضنا: أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلهنا من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في الآلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. كلنا مع بعضنا: اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. فلنصغي الأقداس السابق تقديسها للقديسين.
بمخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. ارحمني يا الله، ارحمني يا الله، ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رأفتك امحو ما آثمي. ارحمني يا الله، ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رأفتك امحو ما آثمي. ارحمني يا الله، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. ارحمني يا الله، ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رأفتك امحو ما آثمي. ارحمني يا الله، ارحمني يا الله، ارحمني يا الله. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثه. أبارك الرب في كل حين، على الدوام تسبيحته في فمي. ذوقوا الخبز السماوي وكأس الحياة، وانظروا ما أطيب الرب. هللويا هللويا هللويا. بارك إلهنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيحية المقدسة الطاهرة الخالدة السماوية المحيي الرهيبة، فلنشكر الرب شكرا لائقا. يا رب ارحم. لك نشكر أيها الإله مخلص الجميع كلما منحتنا من الخيرات وتناول جسد مسيحك ودمه المقدسين. وإليك نطلب أيها السيد المحب البشر، فاحفظنا تحت ستر جناحيك، وأعطنا أن نتناول أقداسك باستحقاق حتى النفس الأخير،
لإنارة النفس والجسد وميراث ملكوت السماوات. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. Allons paix. باسم الرب. Prions le Seigneur. Kyrie eleison. أيها السيد القدير يا من أبدع البرايا كلها بحكمتك وبعنايته التي لا توصف وبكثرة جودته، أوصلنا إلى هذه الأيام الجديرة بكل وقار بتطهير النفوس والأجساد للإمساك عن الأهواء ولرجاء القيامة. يا من في أثناء 40 يوما خط بيده لخادمه موسى في لوحين الكتابة الإلهية، امنحنا نحن أيضا أيها الصالح أن نجاهد الجهاد الحسن ونتم شوط الصيام ونحفظ الإيمان سالما غير منثلم ونرد رؤوس التنانين غير المنظورة ونظهر غالبين الخطيئة ونبلغ بلا دينونة إلى السجود لقيامتك المقدسة، لأنه قد تبارك وتمجد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. إلى الرب نطلب. Kyrie eleison. بركة الرب ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك أيها المسيح إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس ليرحمنا المسيح لون الحقيقي ويخلصنا بشفاعة أمه كامل الطهارة والقديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين الصديقين جدي المسيح لا يوكيم وحني وجميع القديسين بما أنه صالح ومحب للبشر. المباركنا والمقدسنا احفظه يا رب لسنين كثيرة. بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا آمين. صلاة مقبولة يعطيكم العافية. الاثنين قد كورال أديك اس يعطيكم العافية. رفعونا إلى فوق إلى أعالي السماء. إن شاء الله صوم مبارك ومسيرة بهال50 يوم تكون دائما مباركة.